اولا كده بس انا عاوز اشكر نادي الزمالك ان هو بين لك قد ايه ان انت مستواك واقع وان انت ضايع، ووراك قد ايه. شوف فرقه بكل المشاكل وكل مش عارف بقى ايه والصعوبات واللعيبه ومفيش وما عنديش والكلام ده، قدر يكسب زد 2-1 والدنيا سهله عادي. الماتش عرف يعديه ويكلفته ويكسب 2-1. بص انت بقى، انا اقسم بالله العظيم انا شايف بعيني كده ملايين ماشيه على الارض ما بتعملش اي حاجه، ملهاش اي لازمه. ملايين ماشيه على الارض، ملايين واقفه بره على الخط، بروح اجيب مدربين اجانب بفلوس عشان الاقي نفس الغباء ونفس العته الكروي اللي الواحد بيشوفه كل مره وكل ماتش. والله الواحد ما كان عايز يطلع ولا يتكلم ولا يقول اي حاجه عن الكره دي عشان الواحد قرف. اقسم بالله الواحد قرفان من العته اللي الواحد بيشوفه، من القرف اللي الواحد بيشوفه، من اللعيبه اللي ما عندهاش اي شيء من المسؤوليه ولا اي ريحه من ريحه يعني الرجوله، ولا حتى عندك جماهير بتشجع، عندك جماهير بتآزر 90 دقيقة. أنا قاعد بشجع لحد والله العظيم لحد قبل كرة الجون بتاعت تريزيجيه الجماهير عمالة تشجع. أنا مستغرب بقول يعني الناس دي، ده انتوا والله العظيم قلت خسارة فيكم، والله خسارة فيكم إن يبقى الجماهير دي قاعدة بتشجع طول ال 90 دقيقة وأنتم مفيش عندكم دم. مش عارفين نكسب زد، مش عارفين نكسب زد بيلعبوا. انا مش عارف والله العظيم. محدش بقى يقول لي بقى اصل ده اصل ماتش وتقيل وضغط وقرف وزفت. ايه ده؟ يعني ايه تقيل ويعني ايه مش عارف ايه؟ وانا ايه يا جدعان؟ وانا ما عنديش لعيبه؟ يعني انا ما عنديش لعيبه؟ انا مثلا لو انا فرقه واقعه ولا فرقه ضايعه معيش فلوس هقول ماشي تمام، احنا ناس تعبانين يا حول الله يا رب ومش ما فيش، مش لاقيين نلعب، مش عارفين نجيب لعيبه وما عندناش امكانيات نكسب الفرق دي. لكن ان انا شايفه ان انا ما عنديش امكانيات اعمل اي حاجه، ما عنديش امكانيات العب كوره اصلا. يعني اللي انا شايفه ده انت ما عندكش امكانيه تلعب كوره، مش ان انت تكسب حد. بنبدا بالغباء ونفس العته. عندك يا راجل، عندك شوبير فورمه عاليه قوي وبيثبت لك كل مره ان هو بينزل وبيأدي وبياكل النجيله. عايز دي تاني يعني؟ انت محتاج ايه من لاعب اكتر من ان انا اما بنزل بودريك ان انا عندي اللي انا اقدمه لك ان انا اشيلك بيه؟ لا، نطلع وننزل الشناوي اول جون من تحتيه طالع لحد بره، لحد ايه، لحد قبل بعد الست ارضه بتاعته الراجل قام حاطها له من تحتيه. سهله بسيطه قوي، بسيطه قوي. ادي الغلطات. عد بقى مديها 10، زد مديك الكوره بتلعب، انت ابيض، انت ابيض، مفيش اي حلول، ما عندكش اي حاجه. بن رمضان ونفس الغازه، نفس الالغاز بتاع بن رمضان. ماتش يعني خلاص بقى هنلعب بقى ماتش موسم بقى ولا حاجه، كل موسم كان نلعب لنا ماتشين حلوين وبعد كده نبدا بقى ايه، نرجع للقرف اللي احنا بنشوفه كل مره. بن شرقي اللي زعلان لما كان خارج، بعد ما خرج لقطه زعلان وعمال يرمي مش عارف ايه. زعلان على ايه يا حبيبي؟ يعني انت زعلان على ايه؟ انت ايه اللي قدمته مثلا يخليك تفضل قاعد في الملعب؟ انا مش فاهمك. انت ايه اللي بتقدمه مثلا يخليك ان انت طالع كده زعلان بتقول لا ما كنتش تنفع انت اصلا ما حدش فيكم ينفع يلعب كوره. يعني بعد اللي انتوا بتعملوه ده كله اصلا، وان انتوا تالت دوري، ما ينفعوش تلعبوا كوره اصلا بالفلوس اللي بتاخدوها دي كلها، بالملايين اللي بتدفع دي. اللعيبه اصلا مفيش حد فيهم حتى عنده سنس الكوره. ان انا خلاص زد لو اديك الكوره اسبوعين، انا لسه بدات افتكرت ان انا هاجم في الدقيقه 90 بقى خلاص، لما هما بقى لما تعبوا. اتفرج كده الشوط الاول، طول الشوط الاول حتى في كوره اتلعبت بالعرض لطاهر، اللي انا لحد دلوقتي برضو جمهور الاهلي كله بيسال ليه لحد دلوقتي طاهر بيلعب وبيبدا اساسي في التشكيله. محدش فاهم، محدش عارف. انت بتنزله بتبدا بيه بالاول ليه؟ انا مش عارف. يعني لو حد طيب انت بتشوف منه حاجه او احنا، ما انت هي نفس العته، هو نفس الدماغ. مدرب ما فيش مش فاهم حاجه، كده هتلاقي لعيبه في الملعب محدش فيهم فاهم دي نازله ليه اصلا. ما بقاش في بقى ايه حته ان انا اصل انا منزل ده عشان هو لا خلاص، هي بقى عته كله عته في قلب بعضه. بادئه منين بقى ما تعرفش، مين تبع مين ما تعرفش، من اول الاداره من فوق ما حدش فيهم تحس ما حدش فاهم حاجه. اما انا ابقى جايب لعيبه كبار هم اللي ماسكين النادي الاهلي، هي دي الاداره بتاعتي، لعيبه تقيله، واحد اسطوره زي الكابتن محمود الخطيب اما يكون هو ده لا الاداره، وانا شايف ده شكل الفرقه من صفقات من مدربين من لعيبه من شكل، يبقى انا ما عنديش شكل اصلا، يبقى انا ما عنديش حاجه، ما عنديش حاجه كوره اقدمها بقى. ومحدش يطلع يكلمني يقول لك اصل نتكلم كوره وعملنا ورحنا و15 مش عارف ايه على الجون وعملنا في 5 ركنيات جولك ورا بعض ما عملتش بيهم حاجه. احنا مفيش استغلال لاي حاجه.
اي حاجه لها علاقه بالكوره انت ما بتعرفش تستغلها اصلا. انت خلاص انت اصبحت فرقه محدش حتى بقى يعني انت خلاص بقيت معروف ان انت هتنزل تلبس جون، الجمهور قاعد مستني الجون اللي انت هتلبسه. اصل انت ايه بقالك فتره ما بتكسبش ما بتلعبش. لو كسبنا ماتش احنا كسبنا، بتكسب مين؟ بتكسب الحدود والجونه، بتكسب 1-0 بالعافيه وبتضلين. هي دي مكاسب دي ولا دي لعيبه؟ اما انا اعدي كده 1-0 واقول ماشي. طب انت بتشتغل ايه يا عم على الحاجات دي؟ انت بيطلع لك ماتش زي ده كده، ماتش كله قرف وكله غلطات وكله زفت، بتطلع تشتغل على حاجات من دي. بنطلع نقول مثلا انا عندي دلوقتي غلطات 1 2 3 بطلع اصلحها. مفيش الكلام ده، مفيش منه. بحس ان انت جايب مدرب هو خلاص هو جاي احنا جايين نسترزق، الماتش مش بيخلص بناخد الفلوس والدنيا تمام خلاص تولع بقى يا عم. عندك جماهير بتجيلك كل ماتش، والله العظيم ما عارف الجماهير دي بتروح ليه. والله خساره فيكم الجماهير اللي بتروح دي، خساره فيكم. ما في لاعب فيكم يستحق ان الجماهير تروح له، ولا ان هم يقعدوا يشجعوا. هم بيشجعوا للفرقه مش ليكم. لان انتوا اصلا لو بتحسوا ان في جماهير قاعده بره بتشجع، ما حدش فيكم عمل كده. ما حدش فيكم بيقدم اصلا كله بيطفش الكوره. خلاص الكوره بتجيله كانها كانها عليها حكم. ولا مثلا لو فضلت ماسك الكوره شويه ولا لعبت زي الناس ما بتلعب هتاخد غرامه. انت اصبح اللعيبه اللي عندك دلوقتي شبعوا من الفلوس. خلاص هو ما عندوش دافع يعمل حاجه. انا ببقى عندي مثلا هدف ان انا اوصل للحاجه دي، فانا بيخيرني مثلا انت قدامك حاجه عشان مثلا تاخد الحاجه دي فانت بتعمل كذا. انا خلاص انا بقيت مرفه لدرجه ان انا ما بقتش خلاص، انا ما بقاش فيها ليا طموح تاني. اللعيبه اللي بتيجي يا مش ما بقاش دماغ للبطولات بلا بطولات بلا زفت. مش بناخد الفلوس وبنعد وبندفع. ده احنا بقينا بسم الله ما شاء الله علينا، يعني بندفع في صفقات وبنسترخص في صفقات تانية. خلاص اي لعيبه خلاص حط عبي احشي لعيبه ايا كان من اي حته، احشي وادفع فلوس. طب ما الفلوس دي ما تدفعها في لعيبه بتعرف تلعب يا راجل، لعيبه تفيد الفرقه بدل اللعيبه اللي احنا بنجيبها دي. لما تيجي تلعب النهارده 90 دقيقه قدام سايبين لك الكوره، كل هجمه هم بيروحوا عليك فيها بيوقعوا قلبك. بيروحوا عليك باتنين لعيبه بيروحوا عليك يعملوا هجمه، لبست الاول وكنت هتلبس ولبست التاني واتلغى اوفسايد عشان ستر ربنا والجمهور اللي قاعد بيشجع. بس الجون اتلغى اوفسايد. لكن غير كده انت طين ولا. بس بشوف ناس تقول لك احنا مركزين في افريقيا. اقسم بالله دول ولا حتى تعرف تكسب دوره. انت تعرف دي الفرقه دي تعرف تلعب مع الترجي؟ قول لي بقى الترجي في المركز ال100 بيلعب حتى درجه دوره، بص بيلعب في الدرجه التاسعه برضه مش هتعرف تكسبه. ده شكلك اهو على ارضك اهو، شكلك اهو في مصر اهو، ما بنلعبش في قطر ولا في ليبيا. ادي شكلك في مصر مش عارف تكسب هم بتوع تونس دول هيعرفوا يجوا هنا يعني يعملوا معاك حاجه غلط مش هينفع تتقال. لكن انت هتروح تلعبهم في تونس هيعملوا معاك الغلط، هيجوا يلعبوك هنا هيسووا وشك بالنجيله. فاحنا بس لو في حد في دماغه ان الاهلي هيجي مثلا اصل احنا هنا مش عارف هنكسب افريقيا، انسى على الحناكه ما تشغلهاش. عشان انت مش هتعرف لا تكسب لا افريقيا ولا دوري، وكده انت الموسم ده طالع بفضيحه. وان شاء الله الفضيحه دي تصحي ناس بقى من عندك من الاداره. يا رب الفضيحه اللي هتحصل الموسم ده كده لما تطلع بفضيحه كده انت بسم الله ما شاء الله عليك خرجت من اول كاسين برضه بفضيحه، خارج من كاس مصر، سيبك من كاس الرابطه، خارج من كاس مصر بفضيحه من فرقه درجه تانية. وده وانت تالت دوري بسم الله ما شاء الله عليك اهو لحد دلوقتي، وراح تلعب بافريقيا مع الترجي. ابقى قابلني. مفيش عندك حد يعني يدعو للتفاؤل. انا عايز اتفائل اشوف ان انت بتقدم اي حاجه. لا ده انت افتكرت النهارده تهاجم في الدقيقه 90. لا انت عندك خطه ثابته. الواحد خلاص ما بقاش فاهم مين اللي هينزل الماتش الجاي، مره بالعمري، مره مش عارف كوكا، مره ننزل هادي رياض، مره مش عارف ننزل مين، مره مين. انا مش بقتش فاهم، مبقاش حد فاهم التشكيله اللي هينزل ده مين اللي هيلعب ومين ايه، وده بيلعب ليه وده بيلعب عشان ايه، ده قعد ليه وده طلع ليه وده نزل ليه. ما بقاش فيه الدكه اللي انا المفروض عندي دكه. فرقه زي الاهلي يا جدعان اكبر فرقه في القاره وفي اسيا كلها وفي الشرق الاوسط تما، مفيش فرقه بتعرف تيجي تقف معاك. انت ما عندكش دكه يا مؤمن
تلعب بيها كوره اما تنزل تعمل لك الفرق. النهارده تريزيجيه نزل، تريزيجيه اقسم بالله اقسم بالله الواحد جادد من اللعيبه اللي بتاخد فلوس دي على الفاضي. تقول لي اصل ده جاب جون، فرحتي بالجون، فرحتي بالجون يا حبيبي. جون ايه؟ وانا هدفع ملايين في اللعيبه دي عشان اروح اجيب جون؟ يا فرحتي بالجون. وبعد كده بعد الجون انا نفسي مركز ثالث ده ثالث عشان دجله تعادل مع زد. يعني لو كان النهارده زد دجله بتاع تعادل مع سيراميكا، لو كان سيراميكا كسب كان طلع فوقي، كان نزلني تاني. انا ما بقتش فاهم يعني انا بروح اجيب اللعيبه دي عشان ايه؟ معلش بقى، ده ابن النادي وده مش عارف ابن مين، وده انا عايز يا جدعان لعيبه تفيدني، انا عايز اللعيبه تفيدني. انا مش شايف اي حد في المنظومه كلها فايد الفرقه، مفيش. النهارده انت بص شوف النهارده اتفرج على علي لطفي كده قلب نوير، برايم نوير وبوفون بقى بسم الله ما شاء الله عليه، بيشيل من هنا وبيشيل من هنا. طب انا امتى بقى هبدا بقى ابص على الفرقه وابدا اخلي لعيبه عندي تفيد الفرقه؟ بقول لك الاهلي الموسم الجاي هيرجع احمد رضا ويرجع كباكا ويرجع محمد عبد الله. طب انا مشيتهم ليه؟ انا اصلا ما عنديش اجنحه شغاله بسم الله ما شاء الله عليها بقى. فين وفين انا بقى خلاص، انا بقى عارف ان انا كل ماتش بجيب جون، كل ماتش جون. تعادل 7 ماتشات بسم الله ما شاء الله عليا. يعني احنا ايه دي؟ انت بقالك كذا موسم في نفس القرف ده. احنا المفروض يا جماعه بره الناس بتشوف النواقص بتاعت الفرقه وبتجيب صفقات تدعم النواقص دي، لكن انا مش فاهم احنا بنجيب صفقات ندعم مين؟ ندعم الدكه مثلا، ندعم المستشفيات اللي بتتصاب، اللعيبه اللي بتتصاب كل يوم، عشان الواحد خلاص زهق. حتى والله العظيم الواحد بقى بيقعد يتفرج على الماتش كده قرفان، مش لاقي اي حاجه تتقال، مش لاقي خلاص. الواحد عينه وجعته من الواحد بيشوفه. كور غريبه، باصات غريبه، لعيبه واقفه مسترخيه على الاخر، محدش فيهم يعني محدش فيهم اصلا عايز يلعب. تحسه خلاص هو بيجي له الكوره بيقوم مديها واحده تشيلتها وخلاص. واما الكوره تتلعب صح تلاقي واحد يعملها غلط. بس لعبنا صح هنلعب واحده صح، نعمل التانية غلط، نفنش غلط. نعمل واحده صح نفنش غلط. الجول اللي جابه تريزيجيه جون على الله، يعني ما حدش فيه الجون ده يعني جون فاجر، جون عادي خالص. الكره وقعت من علي لطفي اللي كان شايل قبح اصلا النهارده، وقعت منه الجون فاضي، يعني ما كانش جد بقى كان هيبقى حاجه يعني ما واحد ما تخليش واحد يطلع عن شعوره. جون عادي خالص. بعد كده كورتين يا مؤمن اجوان، كره ملعوبه بالعرض، يعني الكره ملعوبه على الارض، ملعوبه لك تحت كده، انا بنزل لها بدماغي؟ يعني ده عقل انسان؟ انا دلوقتي الكره ملعوبه على الارض بلعب، بدل ما الرجل اللي تحت دي ربنا خلق لنا رجل اهي تحت اهي، هنحط دماغنا بقى مكان رجلنا؟ ما تنزل يا عم تلعبها برجلك يا عم. لا تريزيجيه قام نزل لعبها بدماغه، نزل لها تحت لعبها بدماغه فوق، طلعت فوق العارضه تمام ماشي عدت. واحده تانية اتلعبت بالعرض من حسين الشحات، علي لطفي بره والجون فاضي ومفيش رقابه، وقام داخل حاططها لي في العارضه. يا نهار ازرق يا جدعان عليا وعلى القرف وعلى الكوره اللي الواحد بيشوفها. يعني الواحد انا والله قلت النهارده ادام برشلونه والاهلي بيلعبوا مع بعض ما بتفائلش، واحد فيهم هيخيش. برشلونه كسب ادي واحده عكننه بقى، الاهلي يروح معكننك على طول، بيلحقك قبل ما تفرح ولا حاجه، يديك واحده عكننه ما خلاكش تعرف تعمل حاجه. فيعني الواحد والله ما الواحد خلاص ولا هيتكلم بقى ولا كوره ولا مش عارف ايه، ولا احنا محتاجين الفرقه محتاجه تتفور، يعني على الجد محتاجه الفرقه دي تتفور، والمدرب ده اول واحد يتفور، وكام لاعب كده يتفور، ونجيب واحد فاهم، ونجيب مدرب مصري. انا سامع ان علي ماهر جاي، يا ريت نفكر في المدرب. ادي محمد شوقي اهو، محمد شوقي اللي ماسك زد اهو، ومش عارف كل المدربين اللي بيكسبوك مصريين، كل المدربين اللي بيعملوا عليك ماتشات مصريين، واحنا لسه برضه بنقول ان المدرب المصري ده كخه ووخه ومخه والكلام العبيط ده. يا رب نفهم ونشوف بس ايه الكوره محتاجه ايه ونعمله، عشان اللي احنا بنقدمه ده اقسم بالله انت ما هتشم اي بطوله، هتطلع بفضيحه الموسم، بفضيحه. انت الموسم اللي فات برضه طلع بفضيحه، انت ما عملتش حاجه. الموسم اللي فات طلع بدوري ماشي، فعشان بس ايه الواحد ايه خلاص لفت منه. فيا ريت الاداره، انا مش عارف الاداره تكلم مين اصلا، تكلم الاداره ولا تكلم الجهاز الفني، ولا تصحصح اللعيبه اللي ما بقاش في دماغها اصلا انها تلعب كوره، ولا حد فيهم بيقدم حاجه. فيعني لا ربنا يعيننا والله، عشان الواحد بس زعلان عشان الجمهور، والله الواحد زعلان عشان الجمهور اللي بيروح كل ماتش
بيشجع وبيآزر وبيتعب صوته وبيقعد يشجع لحد اخر دقيقه قدام في الملعب لعيبه محدش فيهم حاسس بالناس اللي قاعده بره وبالناس اللي بتشجع. فيعني حسبي الله ونعم الوكيل والله في يعني كل واحد ما بيأديش دوره. ويعني انا مش عارف والله مش عارف يعني بتبقى اللعيبه بتبقى في فرق بره ولا عليها فلوس ومديونه وحالتها طين وبيموتوا نفسهم وبيفرتكوا الدنيا، تيجي هنا تجيبهم تديهم فلوس ويمسكوا احلى فلوس والدنيا تبقى معاهم رايقه على الاخر، تلاقي الدنيا هوب خلاص اديها فنيخه بقى وما تلعبش كوره. مش فنيخنا والدنيا بقت حلوه خلاص بقى لا كوره بلا بتاع. انا مد الفنيخه والفلوس حضرت والاعلانات اتظبطت وطلعنا في البرامج والدنيا خربانه ولا كوره بقى ولا هنعمل نلعب كوره ليه؟ طب وحياة النبي قول لي نلعب كوره ليه؟ قول لي نلعب كوره ليه؟ مش هنلعب كوره، نلعب كوره عشان ايه؟ ما خلاص ما هي بقى باظت، ما انا بقيت خلاص احنا مش عاجبنا الجيب والدنيا بقت حلوه نلعب كوره بقى بعد كده زي الناس؟ لا، طلعنا في البرامج وظبطنا الكلام وعملنا الاعلانات الرايقه وخربنا الدنيا. بس بقى يا عمنا بلا كوره بلا بتاع، اللي لعبوا كوره عملوا ايه يعني؟ هنلعب كوره عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ ما احنا بناخد فلوس. فلا الله يتولانا والله وربنا يعني ربنا يصلح حال الاهل ده عشان الواحد تعب والواحد زهق والله. وسلام.